السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بيتي. ان شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا هريسة عربي، هريسة في الدار بالفلفل الاحمر بطريقة سهلة وبسيطة وحاجة نظيفة نودكم وما نشهيكم. اللي اول مرة يزورني في القناة يضغط على زر الجرس الصابونة، يعمل لايك باش يوصلكم كل جديدنا، ومرحبا بكم ومشاهدة طيبة للجميع. تو باش نعملوا الهريسة. قص الفلفل غسلته بالماء والخل ونحيت منه الفلفل الزايد باش نضيف كعب الثوم. تو نرحيها بالباهي. توا الهريسه بعد ما رحيتها هكا تكون ريحتها فاوحه تهبل. توا باش نحطوها، نجمو نعملوها بقطعه قماش كما نجمو نعملوها هكا بالضغط. بالنسبه لي الكميه اللي عندي صغيره، نصفات هذه تكفيها. شفتوا كيف بدا يخرج في الماء نتاعها، نخلوها ليله كامله وبعد نرجعوا مع بعض نشوفوا باقي المراحل. بالنسبه لكم اللي يعمل كميه كبيره، يعمل فيه كسكاس او ينجم يعمل قطعه قماش كبيره ويعصرها بالباهي، يعصر بالباهي تو تجيكم نتيجه ممتازه. توا هذه الهريسه بعد ما خليتها باتت ليله كامله، هذا الماء اللي خرج منها نرموه. تو نشوفوا مع بعضنا طريقه التفويح. باش نصب عليها الملح، ريحتها فاوحة برشا. الفلفل الفريشك والثوم يفوحوا بالباهي. باش نصب الزيت. كان تحبوا ترحوها اكثر تنجموا ترحوها، خليتها مدشة شوي هكا نحبها. والزراعة متاعها تنجموا تنحوها الكل، ما تخلوا فيها حتى شيء، كل واحد وذوقه. هذه الطريقة باش نحطها في حكة ونحطها في الفريجيدير، وكل مرة نجبد منها شوية. تونسية بنينة محرحرة بالفلفل الأحمر والثوم، مصنوعة في الدار، طريقة سهلة وبسيطة، وتنجموا تستعملوها وقت ما تحبوا وتجبدوها وقت ما تحبوا. إذا كان باش تستعملوا كل يوم تخلوها في الثلاجة، وإذا كان تعملوا كمية كبيرة تنجموا تقسموها وتحطوها في الكونجيلاتير في المجمد.